مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما شفتوا في العنوان جايب لكم فيديو حلو جدا، خروجتين حلوين جدا مناسبين للاسره كلها، مناسبه للاسره كلها من اول تيتا وجدو، مناسبه لبابا وماما، او لو انتوا معاكم شباب كبيره 14 15 20 سنه، لو انتوا شله شباب 20 جامعي، لو انتوا معاكم اطفال 3 4 5 سنين وانت طالع، فهي المكانين دولت مناسبين للاسره كلها وبسعر مميز جدا. بس في معلومه حلوه قوي هقولها لاخر الفيديو، لازم تسمعها وتعرفها عشان ما تجيش تقول لي ما قلتلناش حاجه زي كده ليه يا مستر بشوي. تابعني لنهايه الفيديو هقول لك الاسعار، المواعيد، العناوين، كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها عن المكانين دولت هقولها لك. وبرده بنبه تاني في معلومه مهمه جدا لازم تسمعها في اخر الفيديو لو انت مهتم بالخروجات والفسح. فاحنا عندنا في القناه بتاعتنا سلاسل كتير قوي عن افضل حدائق، افضل ملاهي، افضل خروجات وفسح، خروجات شتويه، خروجات صيفيه، خروجات خريفيه. لو انت عايز تشوف التفاصيل دي كلها تابعنا على قناتنا وقلب كده، هتلاقي بلاي ليست كتير قوي وخروجات حلوه كتير. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول مكان بقى معانا جايبينه هو تشيل اوت بارك. تشيل اوت بارك في ناس تعرفه وفي ناس برضو ما تعرفوش. المكان دوت فين؟ المكان دوت في الماظه، عند كارفور الماظه كده، قريب قوي منه. المكان دوت حلو، مواعيده من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 12 بالليل. ايه بقى مميزات المكان ده؟ اولا مساحات خضراء كتيره، في قعدات كتير قوي ان انتوا ممكن تقعدوا بقى لو انتوا تيتا او جد، تقعدوا تستجموا، تقعدوا تحكوا، تشموا شويه هوا حلوين. مناسب في الصيف ومناسب في الشتاء. انا بحبه في الشتاء اكتر، او في الوقت الخريف اللي هو الوقت بتاع الوقت اللي احنا فيه دوت، اكتر من الصيف يبقى المكان حر زياده. غير كده برضو في كافيهات حلوه نقعد نشرب حاجه، شاشات بيعرضوا المطوشه المهمه وحاجات زي كده، بيبقى فيه قعدات حلوه كتير. بيتعمل فيه ايفنتات كتير كمان زي وقت دخول المدارس، حاجات بتبقى اجهزه منزليه، ساعات ملابس، ساعات هدوم. في مشاهير كتير قوي بيعملوا هناك ايفنتاتهم اللي هي بيبقى عليها خصومات او عروض او اسعار حلوه قوي قوي. كمان المكان ده مناسب كمان للاطفال، ان هو في كمان كيدز اريا، في العاب، في بيت رعب، في العاب كتير مناسبه لكل الاعمار. في اماكن للتلوين ان انتوا ممكن الاطفال بتوعكم يقعدوا يلونوا ويرسموا ويتبسطوا وانتوا قاعدين جنبهم بتشربوا حاجه وبتستمتعوا بالوقت بتاعكم. في اماكن واسعه كتير ان انتوا لو انتوا شله كبيره مكونه من 15 20 او 30 فرد ان انتوا تتجمعوا وتقعدوا تلعبوا الالعاب الجماعيه، تقعدوا تضحكوا وتهزروا وتتصوروا، مناظر طبيعيه كتير زي ما احنا شايفين كده، واماكن حلوه قوي للتصوير. ده غير كده كمان ان هو موقع مميز جدا في الماظه وقريب قوي للناس كلها. لو انت جاي من اي حته فالمكان ده هيبقى قريب ليك جدا. لو كتبت تشيل اوت بارك كده على جوجل ماب هتلاقيه المكان قريب جدا ليك. كمان المكان سعره مناسب جدا للدخول، سعر تذكره الدخول 35 جنيه، وده طبعا حاجه مميزه جدا، فسعره حلو قوي ان انت تخش وتقعد تعمل الكلام ده كله، تقضي اليوم كله هناك. ممكن تقعدوا تذاكروا، تقعدوا تلعبوا، تقعدوا تحكوا، تقعدوا تتصوروا، تقعدوا تستجموا وتشربوا حاجه او تاكلوا حاجه في اماكن الاكل والشرب جوه. غير طبعا الايفنتات اللي بتتعمل في، طبعا باركنج جوه تقدر ان انت تركن عربيتك فيه، باركنج كبير قوي. فكل حاجه مناسبه في المكان دوت للاسره كلها، من اكبر واحد في الاسره لغايه اصغر طفل في الاسره. فهو المكان دوت مناسب ليكم وهتبقى خروجه حلوه ومميزه قوي. المكان ده بيبقى من 9 الصبح ل 12 بالليل، سعر تذكره الدخول 35 جنيه، وفي كل حاجه ممكن تتخيلوها من اكل وشرب وقعدات وتصوير وكل حاجه. تاني مكان معانا بقى فهو مكان اسمه حديقه الجيزه، او ليه اسم تاني اللي هو سفاري بارك. سفاري بارك دوت فين بقى موقعه؟ هبتدي بالعنوان، في اخر شارع احمد عرابي في المهندسين. يعني انت رحت مهندسين شارع احمد عرابي خدوا لاخره، عند طلعت الدائري كده هتلاقي في مكان اسمه سفاري بارك او حديقه الجيزه. المكان دوت بقى ايه بيتميز فيه؟ اولا ان هو فيه العاب كتير وملاهي كتير، فانتوا ممكن تقدروا ان انتوا تلعبوا في الملاهي اكتر من 10 العاب، اسعارها مميزه جدا، والعاب متنوعه ومختلفه لجميع الاعمار من اول 3 4 سنين لغايه 15 و20 سنه. ده بالنسبه للالعاب لو انتوا غاويين العاب وتنطيط وحاجات زي كده. تاني حاجه موجوده في المكان دوت فهو في مساحات خضراء كتير اللي انتوا ممكن تعملوا بيكنيك هناك، تاخدوا اكلكم وشربكم، مسموح دخول الاكل والشرب، وتقعدوا تاكلوا وتشربوا حاجه وتعملوا اللي انتوا عايزينه وتفرشوا كده على الارض في الجنينه، او لو عايزين معاكم الساندوتش بتاعكم وتقعدوا في برضه قعدات كتير حلوه. في هناك شلالات وفي بحيره صناعيه هم عاملينها، القعده عندها برضه جميله جدا، تقدروا تاخدوا عندها صور حلوه حتى في الشتاء. وفي الوقت الخريف ده انا افضل اماكن
برشحها للوقت دوت الخريفي ده هي الحدائق. يعني انتوا في فيديو انا عامله افضل 10 حدائق، ده جزئين يعني عندكم 20 حديقه. ال 20 حديقه دول انا شايفهم دول انسب حاجه تروحوها في الوقت دوت، ان الشمس ما بتبقاش شديده، الجو ما بيبقاش حر قوي، وفي نفس الوقت ما بيبقاش ساقع قوي، فالمكان مش مفتوح. لو دوست على علامه الاي فوق دلوقتي هيطلع لك الفيديوهين دولت، افضل 10 حدائق في القاهره والجيزه، في جزء اول والجزء الثاني يعني 20 حديقه كلهم بنفس المواصفات اللي انا بحكيها دي. وطبعا ده احلى وقت ليهم. المكان مميز زي ما قلنا ان هو فيه قعدات حلوه كتير، تاكل وتشرب، في العاب لو عايز تلعب، لو انتوا شله في مساحات خضراء تقعدوا تلعبوا كابلز، تلعبوا منديل، الحاجات بتاعتنا دي الجميله بتاعت المصريين دي. فانتوا تقدروا لو انتوا جروب تقدر تطلعوا عليه رحله مدرسيه، لو انتوا رحله او حضانه او حاجه تقدر تطلع رحله للمكان ده عليه. بس لازم تسمعوا المعلومه اللي هقولها في الاخر. المكان دوت مناسب لكل الاعمار، لو انت عايز تستجم وتقعد، عايز في دي جي بيشتغل، كافتيريا بتشغل دي جي وممكن تقعدوا تهيصوا وترقصوا وتغنوا، في العاب ممكن تلعب، تاخد اكلك وشربك معاك، وكل حاجه مناسبه في المكان دوت. سعر تذكرة دخول المكان دوت 40 جنيه، برضو بيفتح من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 12 بالليل. انت قاعد براحتك، تقدروا تروحوا تذاكروا تلعبوا، تغيروا جو، تشموا هوا، تقدروا تنزلوا في الويك اند حتى لو بأطفالكم تنزلوا تشموا شوية هوا، يجروا كده ويطلقوا طاقتهم، يلعبوا كورة، يعملوا كل اللي هم عايزينه. فهو مناسب، مكان مناسب قوي للكبار وللأطفال وللشباب ولكل الأعمار. فالمكانين دول حلوين جدا. وما تنساش لو دوست على علامه الاي فوق هتلاقي عندك اكتر من 20 حديقه بالمنظر دوت، منهم طبعا حدائق كتير احنا عارفينها زي حديقه الطفل، الحديقه الدوليه، وحاجات كتير في مدينه نصر ومصر الجديده وفي القاهره وفي الجيزه، كلها باسعار من اول 10 20 30 40 جنيه ماكسيمم. رسم دخول، كلهم بيسمحوا بدخول الاكل، كلهم تاخد معاك كوره، تاكل وتشرب وتلعب وتتبسط وتعمل فيهم كل اللي انت عايزه. طيب الاماكن دي بقى ايه المعلومه بقى يا مستر بشوي اللي انت عايز تقولها لنا، او النصيحه اللي انا لازم انصحكم بيها وتعملوها عشان تروحوا الاماكن دي وتتبسطوا فيها؟ روحوا في الوقت ده او في اجازات عاديه. يعني ما تروحهاش امتى؟ ما تجيش تروحها في عيد، يعني مثلا ما يكونش يوم عيد او يوم اجازه رسميه والدنيا هتبقى زحمه جدا وتيجي هتروح هناك هتتصدم من الزحمه، هتتصدم من التكدس. اصل معلش الاماكن دي بيجي لها ناس من يعني سوري من الارياف، من المحافظات، من حاجات كتير، بيجوا عشان يستمتعوا الحاجات دي، بيتبسطوا فيها ومن حقهم يجوا يستمتعوا ويتبسطوا. بس في الاعياد او في المناسبات الرسميه الاماكن دي بتبقى زحمه جدا. يعني هتخش على الالعاب هتلاقي الالعاب واقف عليها طوابير، هتخش على المطاعم هتلاقي واقف عليها زحمه، مش هتلاقي فيه نظافه بدرجه كفايه، او حتى الناس حتى لو بتنظف مش هتلحق تنظف، وهتلاقوا فيه يعني حاجات كتير مش نظافه موجوده. هتلاقوا ما بيهتموش بالخضره، بان هم يقصوا الخضره، هتلاقوا فيه ممكن شوك في الارض، مش عارف ايه. الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في اوقات الاعياد زي عيد الاضحى، عيد الفطر، العيد الكبير والصغير، الاجازات الرسميه، حاجات زي كده بتبقى فيها تكدس. لكن انت مثلا لو جيت يوم جمعه عاديه او يوم في وسط الاسبوع انت اجازه فيه، وحبيت تاخد اطفالك او اسرتك وتروحوا مكان زي ده بالذات بقى في يعني في ايام الدراسه دي وفي الاوقات اللي احنا فيها دي، هتروح تتبسط جدا. هتلاقي المكان رايق وفاضي وجميل ونظيف، وهتقدر تستمتع فيه بقى بالخضره، بالهدوء لو انت عايز هدوء، لو انت عايز اكل شرب وتاكل براحتك، محدش هيبص عليك، المكان حواليك نظيف، الدنيا كلها هاديه، هتخش تلعب براحتك، تلعب مره واثنين وثلاثه، مش حدش هيضايقك في حاجه. نفس الكلام برضه على حدائق تانية زي حديقه الميريلاند اللي في مصر الجديده. الحديقه دي انا بروحها في الاوقات العاديه بستمتع جدا جدا، بقعد وامدد على الارض وانام ونحكي ونضحك ونهزر ونتصور وناكل ونشرب او نلعب وناخد بعضينا ونروح في كل هدوء وسلام. لكن لو رحت جربت تروحها مثلا في يوم زي يوم عيد او يوم اجازه رسميه والناس كلها فاضيه وفي عز الصيف والناس كلها بتنزل تخرج، طبعا هتلاقي الاماكن دي زحمه جدا. فالاماكن دي انا نصيحتي ليكم ان انتوا تروحوها في الايام العاديه زي الايام اللي احنا فيها دي، او زي في وسط الاسبوع او يوم جمعه او سبت عاديين. ما تستناش يوم عيد عشان تروحها، طبعا هتروح هتتصدم من الزحمه والتكدس. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنساش لو دوست علامه الاي هتلاقوا 20 حديقه حلوين زي الحدائق دي، وحديقه ام كلثوم برشحها بقوه، حديقه الميريلاند، وفي حدائق تانية كتير. وطبعا عندنا سلاسل خروجات وفسح لو انت بقى غاويين اكتيفيتي اكتر، عايزين سينمات، عايزين حاجات، كل الافكار الخروجات والفسح فقناتنا دي متخصصة للخروجات والفسح، وكمان في الصيف للسفر وحاجات زي كده كتير. يا رب يكون الفيديو دوت عجبكم. ما تنساش لو اول مرة تشوفني تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اول باول، وتعمل لايك للفيديو. وشكرا.